يا ريت أن يزداد البترول انخفاضا لكي يفضح هذه السياسة الريعية التي نعيشها. يا ريت ينتهي البترول من هذا البلد كي تنتهي هذه السياسة اللئيمة الخبيثة التي تحكم هذا الشعب. اشتروا كل الأصوات بمال الدولة، بمال الخزينة العمومية، والبترول ذاهب للانخفاض. والجزائر ستواجه ابتداء من سنة، وأنا قلتها على المغاربية مرات عديدة، ابتداء من سنة 2017 الجزائر ستواجه وضعا اقتصاديا صعبا جدا، ليس في المجال تاع المحروقات فقط ولكن في كل المجالات. ويكفي الشعب الجزائري أنه منذ الاستقلال، منذ ما قبل الاستقلال، لم يحدث أن يستورد البصل حتى هذا الأسبوع. أليس عيب على هذا النظام يستورد البصل والبطاطا والثوم من أسواق العالم، ولا يشجع الفلاحين ولا يدعم الفلاحين الذين يريدون أن يعملوا في أراضيهم، ولدينا أراضي خصبة. المخاطر ليست من انهيار سعر البترول، المخاطر من انهيار القيم مثل قيمة العمل، مثل قيمة الاجتهاد، مثل قيمة الكفاءة. هذه هي المسائل التي تخاف الأمم من انهيارها. أما البترول فهو ينخفض ويرتفع. ويا ريت لو أن الله سبحانه وتعالى ينظر لهذه الأمة بعين الرحمة وينخفض سعر البترول هذا إلى الحد الأدنى، كي يعرف هذا النظام أنه أودى بالجزائريين إلى حالة الخطر، إلى حالة أنهم سيأكلون بعضهم في الشوارع عندما ينخفض البترول أقل من 37 دولار.